الجراحين ممكن يزعلوا مني بسبب الفيديو ده، بس انا بحترم دماغهم بصراحه. ناس بتاخد الامور ببساطه، عندك مشكله في حاجه خلاص نشيلها، لدرجه ان في نكته كده في الاوساط الطبيه يعني ان العيان لو عنده مشكله في الهيموجلوبين بتاع الدم الجراح ممكن يقول لك تشيله عادي. بس قبل ما تتريق على الجراحين وتقول انهم سطحيين اوعى، دول حبايبنا. عايز اقول لك ان بنفس التفكير ده نقدر نعالج متلازمه داون سندروم، اللي هي المتلازمه المنغوليه اللي بيبقى فيها الملامح بتاعت الوش المشهوره اللي كلنا عارفينها. وعشان اثبت لك ان الجراحين دماغهم عاليه مش سطحيه ولا حاجه، لو خدنا الدي ان ايه اللي هي الماده الوراثيه اللي موجوده في خلايانا كلنا وفردناها كده زي النشره، هتطلع قدامك بالمنظر ده. احنا كلنا كبشر عندنا 23 زوج من الكروموسومات دي اللي هي الماده الوراثيه الدي ان ايه بتاعنا. متلازمه داون بتحصل لو جينا عند زوج الكروموسومات رقم 21 ده وبالغلط بقى 3، ساعتها بيحصل المتلازمه المشهوره بكل مشاكلها. لو فكرنا زي الجراحين هنقول خلاص نشيل الكروموسوم الزياده ده وخلصنا، صح؟ والله نظريا سهله بس عمليا اكيد صعب. لحد قريب في دراسه اتعملت مجموعه من العلماء استخدموا تقنيه كريسبر كاس 9 ان هم يستأصلوا كروموسوم رقم 21 من خلايا جذعيه، وبالفعل نجحت. يعني طلع فعلا ان لو حاجه مضايقاك شيلها شغاله، وده ممكن يفتح الباب لعلاج متلازمات تانية زي باتو سندروم اللي فيها كروموسوم زياده رقم 13، او ادوارد اللي فيها كروموسوم زياده رقم 18. بس طبعا عشان نبدا نشوف استخدام حقيقي ومنتشر للتقنيه دي اكيد محتاجه شويه وقت. فالمره الجايه اللي تقابل فيها جراح على السوشيال ميديا بيتكلم تسمعه للاخر، الناس دي دماغها توزن بلد، وتديله بصه من ورا النضاره.